قبل ما نبدأ الفيديو حابة ان كلنا ندعي بالرحمة لكل ضحايا زلزال تركيا وسوريا، ان ربنا يتقبلهم عنده شهداء ويرحمهم ويغفر لهم، وندعي كمان اللي تحت الأنقاض ربنا ينجيهم ويلطف بيهم وبذويهم ويصبر الناجين على مصابهم ويجبر قلبهم. وطبعا اللي يقدر يدعمهم بأي شيء ويتبرع باللي يقدر عليه ياريت، وياريت كمان نفضل فاكرين ان في ناس في أشد الحاجة لينا ولدعمنا ولدعائنا المستمر. أهلا وسهلا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأمان. فيديو النهاردة عن مشترياتي من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023. في الفيديو ده هكلمكم عن أكبر كمية كتب اشتريتها في حياتي. زي ما انتوا عارفين اني زرت المعرض السنة دي مرتين وعملت لكم 2 فلوجز، صورت لكم يومياتي هناك ودور النشر اللي زرتها والحاجات اللي شفتها. وبالمناسبة ياريت اللي ما شافش الفلوجات دي يروح بعد اذنكم يشوفها وبعد كده يرجع يشوف الكتب، علشان يا جماعة هتعجبكم قوي، وعلشان كمان انا تعبت فيها قوي، فادعموا اختكم وشجعوها، مش هيجري حاجة يعني. تعالوا بقى اكلمكم عن الكتب اللي زي ما انتوا شايفين ما شاء الله اكتر من المرة اللي فاتت بكتير، علشان انا قلت لكم في البلوجز اني صرفت وبعزقت فتصدقوني. هنقسم الكتب لجزئين على حسب الكتب اللي اشتريتها اول مرة من اول زيارة للمعرض، والجزء التاني للكتب اللي اشتريتها تاني مرة من تاني زيارة للمعرض. اول مرة ما زرتش غير دار المعارف، واللي اشتريت منها مجموعة من الكتب الجميلة جدا واللي اسعارها كانت كويسة قوي، زائد كمان الكتب اللي اشتريتها من مكتبات سور الأزبكية واللي يعني كانت بأسعار برضو تحفة. أول كتاب معانا هو كتاب العجوز والبحر لإرنست هيمنجواي، الكاتب الكبير. كتير بيعتبر الرواية دي أو القصة دي مذكرات أو سيرة ذاتية بيقدم فيها خلاصة خبرته في الحياة. الرواية مكتوب عليها أنها فازت بجائزة نوبل للآداب، فأكيد هي يعني جواها حاجة عظيمة جدا. اشتريت كمان كتابين لدكتور مصطفى محمود، واللي كانوا عاملين له في المعرض رفوف يعني كبيرة جدا لمجموعة متنوعة من أعماله الأدبية. جبت من عندهم المجموعة القصصية بعنوان الذين ضحكوا حتى البكاء، من الكتب الفلسفية اللي فيها وعظ وعبر، وكنت عايزة أقرأها جدا الحقيقة، وحملتها من على الإنترنت بس قلت لما لقيتها قلت اشتريها. كمان جبت كتاب مصطفى محمود شاهد على عصره، وده لان العنوان شدني وكنت عايزة اعرف الحقيقة الاستاذ مصطفى محمود شهد على ايه في عصره بالظبط. جبت كمان من دار المعارف جزئين من رواية نساء صغيرات للكاتبة لويزا ألكوت. وطبعا حد هيقول لي جبتي ليه يا بنتي الجزء الاول والرابع، فين الباقي وليه جبتيها ناقصة؟ انا الحقيقة جبت الجزئين دول علشان دول اللي لقيتهم معروضين هناك. الجزء التاني والتالت كانت اصدارات ناقصة، وطبعا الكلام ده كان في اول يوم في المعرض، فهم نازلين كده يعني هم معروضين كده. طيب جبتيها ليه ناقصة؟ هقول لكم لاني لقيت الجزء ب8 جنيه. عارفين يعني ايه؟ انا لو كنت جبت الرواية دي باجزائها من دار مثلا زي دار التنوير بتتباع هناك على فكرة، مش هتكون اقل مثلا من 300 او 400 جنيه يعني. فانا جبت الجزئين دول وقلت هحاول اكمل باقي السلسلة من عندهم برضو لما تتوفر يعني الاصدارات كلها، او اني اسأل عليهم في المكتب او الفرع الرئيسي بتاعهم، وان شاء الله ان شاء الله الاقيهم. جبت كمان رواية اجراس ناجازاكي من الادب الياباني، بتحكي عن قصة واقعية لأثر القنبلة النووية على مدينة ناجازاكي. في دار المعارف كمان كانوا عاملين جزء خاص بالكتب الكلاسيكية التراثية زي كتب شكسبير، وطبعا احنا قرأنا له السنة اللي فاتت تاجر البندقية وكانت رائعة. فحبيت اني اجيب مسرحيتين كمان له، وهما ماكبث وهاملت. والحقيقة اني كان نفسي اجيب عطيل وجعجع بلا طحن كمان، بس ما لقيتهمش، ممكن نجيبهم السنة الجاية بقى. جبت كمان كتاب في سبيل التاج لمصطفى لطفي المنفلوطي، ودي من الكتب اللي كان في قائمة قراءاتي اللي انا راح اشتريها اصلا، واللي بيها بكمل مجموعة كتبي اللي اشتريتها للمنفلوطي. جبت كمان رواية عالم تسكنه الحيوانات، وده الاسم الحقيقي والاصلي لرواية مزرعة الحيوان الكاتب الكبير جورج أورويل. الرواية دي انا قرأتها قبل كده يعني PDF،
وقرأت جورج أورويل كمان 1984، وروايتين دول يعني من أعظم رواياته اللي بيتكلم فيهم عن الحكم الديكتاتوري السلطوي والظلم والقهر اللي بتعيشه الشعوب في ظل هذا المناخ الفاسد. يعني في الرواية الكاتب بيصور الناس كأنهم الحيوانات اللي بتثور في وجه صاحب المزرعة الفاسد المستبد الظالم كنتيجة طبيعية لأي نوع من أنواع القهر والاستبداد والظلم. نيجي بقى لمجموعة الكتب اللي اشتريتها من مكتبات سور الأزبكية اللي أنا فرحانة بيهم جدا، والحقيقة اني اشتريت الكتب كلها من مكتبة واحدة بس، يعني ملحقتش ألف في كل المكتبات. مجموعة من الكتب القيمة الجميلة والأسعارها كانت أحلى منها، وفي نفس الوقت الكتب حالتها جيدة جدا. يعني أول كتاب كان Wake Up and Live استيقظ وعيش. الكتاب من إصدارات دار دون، بيتكلم عن التخطيط وإزاي تحمي نفسك من الفشل، طب إيه هي القيود اللي ممكن تواجهك إلى آخره. طبعا كتاب مهم جدا وكان سعره 40 جنيه. جبت كمان كتاب عن الفلسفة لدكتور عبد الوهاب المسيري، كنت حابة إني أشتري كتاب عن الفلسفة الحقيقة، وطبعا أنا بسمع وبشوف لقاءات كتير لدكتور المسيري وآراءه بتعجبني، شخص عقلاني جدا ومفكر كبير الحقيقة. الكتاب برضو من دار دون، موضوعات الكتاب وعناوينه جذبتني وحسيت ان احنا مهم ان احنا نقرأ فيها ونعرفها، وكمان الكتاب كانت حالته كويسة جدا وبرضو كان سعره 40 جنيه. جبت كمان رواية واحة الغروب لبهاء طاهر من إصدارات دار الشروق. الكتاب ده كان من الكتب اللي عايزة أشتريها، وعلى فكرة أنا اشتريتها من مكتبة في الأزبكية هناك ولقيتها عند واحد تاني أرخص، فرحت رجعتها وجبت الأرخص يعني. وحالة الكتاب برضو كانت كويسة نوعا ما، يمكن هي يعني الغلاف مهربت شوية ولكن من جوه سليمة وده المهم. جبت كمان رواية الحب في زمن الكوليرا لجابرييل جارسيا ماركيز من إصدارات دار التنوير، رواية حائزة على نوبل للآداب. من الكتب برضو اللي كنت عايزة اشتريها ولكنها كانت غالية عليا جدا لو اجيبها يعني من دار التنوير، وأخيرا أتيحت لي الفرصة أني أجيبها بسعر معقول جدا. ونفس الكاتب جبت رواية 100 عام من العزلة، ودي كانت من دار آفاق، لقيتها ب25 جنيه، تخيلوا يعني. برضو كانت من الكتب اللي كانت في قائمة قراءاتي، وإن شاء الله يا جماعة تكون قراءة ممتعة. نيجي بقى لرواية قواعد العشق الأربعون لإليف شفاق الكاتبة التركية، اللي إن شاء الله ناوية أجيب وأقرأ كل رواياتها لأني بشوف مراجعات للروايات مبهرة، والرواية دي كانت واحدة من الروايات اللي أنا كنت عايزة أقرأها، هي من إصدار دار الآداب. الرواية حالتها جيدة جدا جدا جدا، وكمان بحد ناسي جواها بوك مارك لمكتبة ألف، فشيء جميل قوي انك تلاقي كل اللي نفسك فيه في مكان واحد وبسعر كويس وجودة كمان مقبولة جدا. كده خلصنا كتب اليوم الأول. تعالوا بقى أوريكم جبت ايه من المعرض في الزيارة التانية لما كنت لوحدي بقى في الروقان كده وقعدت ألف على دور النشر براحتي. في الأول هنبدأ بالكتب اللي جبتها من الدور المخفضة زي الهيئة العامة المصرية للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة. وأول حاجة هما روايتين متتابعتين من سلسلة الجوائز جبتهم من الهيئة العامة للكتاب لدوريس ليسينج، الأولى بعنوان مذكرات جارة طيبة، والتانية بعنوان إن العجوز استطاعت أو إن العجوز استطاعت. عجبني قوي تصميم الروايات، يعني شكل الرواية نفسه مختلف تماما، موضوعهم كمان. وانا بحب قوي الروايات اللي بتكون على مجموعة اجزاء منفصلة وفي نفس الوقت مكملة لبعضها، فحاسة ان هي هتكون روايات لطيفة. جبت كمان من الهيئة العامة للكتاب كتاب بعنوان ما وراء الكتابة للكاتب إبراهيم عبد المجيد من إصدارات مكتبة الأسرة. لقيت الموضوعات فيه والعناوين والكتابة نفسها شبه كتاب تلابيب الكتابة لصفيناز كاظم، الكتاب اللي حببني أصلا في القراءة، فقلت لازم أقرأ يعني نفس الشكل بس الكاتب تاني واشوف هو كتب عن ايه وليه وازاي. جبت كمان من الهيئة العامة المصرية للكتاب، وده آخر كتاب جبته من هناك، رواية من الروايات المترجمة بعنوان آدم للكاتب جورج إليوت.
عجبني وصف الرواية المكتوب في ظهرها وشكلها كمان، ولكن لما جيت احاسب بقى ما عجبنيش سعرها خالص. وده اللي خلاني اقول ان الاسعار اتغيرت كتير قوي في الهيئة العامة، وده يعتبر يعني اغلى كتاب اشتريته من هناك، ولكن جبته لانه عجبني جدا. من دار قصر الثقافة او الهيئة العامة لقصور الثقافة جبت رباعية الاسكندرية دي، جوستن بلتازا ماونت اوليف كيليا. لقيت الريت بتاعهم عالي قوي على جود ريدز، ولانها مجموعة اجزاء وشخصيات مختلفة بتحكي عن سير لمجموعة من النساء في مدينة الاسكندرية، حبيت اني اقتنيها جدا وحاسة انها هتكون لطيفة قوي. جبت من عندهم كمان كتاب تاريخي بعنوان حكايات عابرة، في مجموعة من القصص المقتطفة من التاريخ المصري بداية من الفتح الإسلامي وإلى تاريخ مصر الحديث. عجبني قوي الكتاب وعجبتني العناوين اللي فيه والموضوعات، ولأني بحب كتب التاريخ جدا الحقيقة، فحسيت ان هو هيكون كتاب مهم ولطيف. من الكتب كمان اللي جبتها من قصر الثقافة كتاب طه حسين بين وبين، كتاب أدبي، حبيت مواضيعه والأسلوب كمان كان عجبني قوي. وبالمناسبة كتب طه حسين كانوا برضو عاملين لها يعني أرفف كاملة كده يعني كل الكتب تقريبا اللي ألفها الأدبية، والناس كانت بقى بتختار الكتب اللي هي محتاجاها وعايزة تقرأ فيها. جبت كمان كتاب السيرة الذاتية لجبران خليل جبران، واللي كتبها ميخائيل نعيمة صديقه، اللي بيحكي عن حياته وموته والأدب بتاعه والفن. عجبني الكتاب، ولاني بحب كتب السيرة الذاتية وبحب الشعر وبحب جبران، فحبيت اني اقرأ سيرته الذاتية. واسلوب الكتاب كمان وعناوينه، عناوين الفصول نفسها عجبتني قوي، وطباعته كانت هايلة جدا. اخر جزء في الكتب هي مجموعة الكتب اللي اشتريتها من دور نشر مختلفة، كل دار تقريبا اشتريت منها كتاب او كتابين على الاكثر. وهنبدأ بأول كتاب، وهو كتاب حكايات التعب والشفاء، جبته من دار المحروسة لدكتور نبيل القط. كتاب نفسي عن الاضطرابات النفسية وأعراضها وتقسيماتها اللي موجودة مثلا في الطفولة والمراهقة والخاصة بالنساء، الصدمات واضطرابات النوم والإدمان وغيرها. يعني كمان حاطط علاجات. والمميز في الكتاب اني لقيته اسلوبه سهل جدا مش معقد، وحاطط استشهادات واقتباسات لطيفة قوي. سعره كمان كان كويس، وانا بحب هذا النوع من الكتب، فحبيت اني اشتريه. ومن هناك ادوني مجموعة من البوك ماركس المختلفة، شكلهم كان غريب قوي، والحقيقة كانت معاملتهم لطيفة قوي في دار المحروسة، وكنت مبسوطة جدا لما اشتريت الكتاب ده. الكتاب التالي هو كتاب أبي الذي أكره لدكتور عماد رشاد عثمان، من الكتب اللي كنت رايحة المعرض عشان اشتريها. يعني كان أول يمكن الكتب اللي في القائمة بتاعة المشتريات. وكنت هجيب كتاب تاني، الإصدار الجديد لدكتور عماد رشاد، كتاب بعنوان ممتلئ بالفراغ، ولكن الميزانية يا أصدقاء لم تسمح على الإطلاق، فاشتريت كتاب واحد وقلت خلاص السنة الجاية يكون نزل عليه أوفر كده وعرف اشتريه. الكتب دي من دار الرواق. كتاب أبي الذي أكره كتاب تربوي، اسمه غريب يمكن علشان هو يعني كتاب تربوي نفسي، حتى العناوين اللي موجودة جواه برضو كانت غريبة جدا بالنسبة لي. متحمسة جدا اني اقرأه واكلمكم عنه ونعمل عنه فيديوهات ان شاء الله، وانا متأكدة انه هيعجبكم جدا زي ما عجبني، لاني شفت له يعني مجموعة مراجعات ناس بتتكلم عنه ان هو كتاب عظيم جدا ومهم، فان شاء الله يكون كده، والفيديوهات بتاعته كمان تكون كويسة وتعجبكم. من دار بيت الياسمين، الدار اللي دخلتها لأول مرة وطبعا كلمتكم عن ده في البلوج. اشتريت روايتين، الأولى بعنوان 104 القاهرة، كانت من ترشيح البنوتة لهناك، وهي رواية تاريخية كلاسيكية كده بتشبه في قصتها وسردها روايات نجيب محفوظ، فعجبتني قوي وجبتها. أما الرواية التانية لسيلفيا بالاث اللي قلبت الدنيا بمذكراتها
وسر انتحارها، ورواية الناقوس الزجاجي هي الرواية الوحيدة اللي كتبتها سيلفيا، واللي فيها بتتكلم عن حياتها وعن سر انتحارها. فحبيت قوي اني اقرأ لها واتعرف على سيلفيا بس من خلال مؤلفها الوحيد. من دار الفكر العربي جبت كتابين، هما الوصول إلى الله وأزواج رسول الله. الدار دي بالنسبة لي كانت اكتشاف، يعني كنت أول مرة أزورها في المعرض السنة دي. كتابها قيمة جدا وأسعارهم كانت مفاجأة الحقيقة. يعني كتاب أزواج رسول الله كان ب25، بيتكلم عن رسول ونساء في حياته، وكتاب الوصول إلى الله كان ب20 جنيه. والموضوعات اللي فيه مهمة جدا بالنسبة لأي مسلم إنه يقرأها ويعرفها، وإنها كمان تكون كلها مجمعة في كتاب واحد. فكانت من الحاجات الجميلة قوي اللي بسطتني من الكتاب ومن مجموعة الكتب اللي لقيتها في الدار عموما. أخيرا بقى من المركز القومي للترجمة جبت رواية القضية للكاتب فرانز كافكا. عجبني العنوان وعجبني وصف الرواية، والحقيقة اني عمري ما قرأت لكافكا، وبشوف اقتباساته والكوتس والحاجات اللي بيكتبها كتير على النت، فكنت حابة اني اقرأ له رواية، واول مرة كمان اقرأ رواية فلسفية، فهتكون تجربة جديدة بالنسبة لي واظنها ستكون تجربة ممتعة. الرواية التانية رواية رواد على سطح القمر للكاتب هربرت جورج ويلز، من الكتب اللي برضو كنت مقررة اشتريها من ضمن الإصدارات الحديثة للمركز القومي للترجمة السنة دي، واللي أعلنوا عنها على صفحتهم على الفيسبوك. لأن الرواية دي مختلفة، هي رواية علمية شوية، بتحكي عن أوائل الرجال اللي هبطوا على سطح القمر، بتحكي عن رحلتهم بداية من عمل السفينة مرورا بالأشياء والكائنات اللي شافوها وحتى نهاية الرحلة. فكانت مغرية جدا بالنسبة لي اني اعرف محتوياتها، ومتأكدة انها هتكون كويسة جدا. عجبني كمان تصميم الغلاف والطباعة كانت يعني حلوة. اخر كتاب معانا النهاردة هو رواية بعنوان بستان الارواح الضائعة لنديفة محمد من الادب الصومالي، كانت برضو من الاصدارات الحديثة للمركز. بتحكي عن معاناة 3 سيدات من الفقر. حبيت الغلاف وحبيت العنوان، وهتكون تجربة جديدة برضو مع هذا النوع من الأدب. بس كده، ده فيديو النهاردة، ودي الكتب اللي اشتريتها من المعرض السنة دي. مش عارفة هما كام كتاب، يعني حوالي حاجة و30، بس دي أكتر كمية كتب فعلا أنا اشتريتها في حياتي. فرحانة بيهم قوي ومتحمسة أقرأ حاجات كتير قوي منهم. فانتوا قولولي ايه رأيكم في الكتب دي، ورشحولي اكتر كتاب حبيتوه حابين اننا نبدأ نقرأه مع بعض، وننزل منه كوتس على مواقع التواصل بتاعتنا الفيس انستجرام. شاركوني كمان كتابكم اللي جبتوها من المعرض، وكل ده في التعليقات. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم.